علشان نبدأ نشتغل على الخامات بتاعنا احنا محتاجين مجموعة تكتشرز او الصور والتصاميم اللي هنستخدمها عشان نحطها على الكام بتاعنا. اول صورة، في صورة هنا اسمها انستروبيك نويز، ودي عبارة عن خطوط بالمنظر اللي انت شايفه ده. تاني صورة هو التصميم او الكلام اللي احنا عايزينه يبقى ظاهر على الكان بتاعنا. والصورة اللي بعد كده هي عبارة عن شوية فواكه متوزعة على تكتشر، بس اهم حاجة في الصورة دي ان هي على شكل سكوير يعني مربعة، وسيملس يعني لو حطيتها جنب بعضها هتلاقي الاطراف كلها بتكمل بعضها من الناحية التانية. يعني لو بصيت على فاكهة زي دي مثلا بقيتها الناحية التانية، فاكهة زي الكمبيوتراية دي بقيتها موجود فوق، وهكذا. يبقى اهم حاجة الصورة تبقى سكوير وتكون سيملس، لو رصيتها جنب بعضها ما بتشوفش فرق ما بين السيمز. لو انت عايز تلاقي صور زي دي، انا طبعا كده كده هحطهم لك في الديسكريبشن بتاع الفيديو، بس انت لو عايز تدور على صور زي دي ممكن تروح لجوجل في السيرش بتاع الصور، وتبدا ان انت تقول له دور لي على فروتس تكتشر سيملس بلاك اند وايت. بلاك اند وايت علشان انا عايز الصوره تكون ابيض واسود، وسيملس علشان انا عايزها تكون تايلنج تكتشر بحيث ان هي تكمل بعضها زي ما قلنا لما نيجي نرصها جنب بعض. ممكن تيجي فوق هنا على التولز وتبدا ان انت تروح للسايز وتقول له والله انا عايز الريزوليوشن يكون متوسط، ما تجيبليش حاجه الريزوليوشن بتاعها يكون ضعيف، وتبدا تدور على صوره مناسبه. اعتقد ان هي دي الصوره اللي احنا هنشتغل بيها او اللي احنا شغالين بيها. لو انت عايز تدور على صور تانية مفيش مشكلة، بس اهم حاجة زي ما قلنا الصورة بتاعك تكون سكوير يعني مربعة، وتكون تايلنج وسيملس بتكمل بعضها من جميع الجوانب. تاني حاجة هي الانستروبيك نويز، ممكن برضو تكتب انستروبيك نويز تكتشر سيملس، بس انا بصراحة ما لقيتش حاجة كويسة على جوجل. يعني ممكن تاخد صورة زي دي مثلا وتبدأ ان انت تعمل لها كروب على الفوتوشوب، او ممكن تنزل تدور على صور شبيهة او مماثلة ليها لغاية ما تلاقي حاجة مناسبة. بس يعني انا بالنسبة لي ما لقيتش على جوجل حاجة مناسبة. الصورة دي تحديدا موجودة على سبستنس بينتر، فانا عملت بلان ودخلته سبستنس بينتر وحطيت التكتشر دي عليه كبيس كلر وعملت لها اكسبورت بال 2K ريزوليوشن اللي انا محتاجه. الصورة بتاع التصميم اللي هنا انت ممكن تستخدم الصورة دي، او ممكن برضو ان انت تروح لجوجل وتبدأ ان انت تقول له دور لي على درينك ديزاين او 2D ديزاين، وتبدأ ان انت تدور على تصميمات شبه كده مثلا او شبه كده. هي دي التصميم اللي انت هتبدأ ان انت تحطه على الكام بتاعك. انا بالنسبة لي هبدأ ان انا اشتغل باللوجو والتصميم اللي انا عامله، علشان الهدف اصلا من البروجكت ده اول ما عملته كان بيرسونال براندنج، ان انا ابدا الناس اعرفها على اللوجو بتاعي وكده. تعال اقول لك انت طبعا ممكن تستخدم ده. تعال اقول لك انت لو عايز تعمل التصميم او اللوجو بتاعك وتحطه بشكل مظبوط على الكان هتحتاج تعمل ايه. اول حاجه تعالى نظهر الاوفرليز بتاعنا بالشكل ده، وانا عايز احط التصميم بتاعي على الجسم بتاع الكان. فتعال نروح للايديت فيو بالشكل ده والايديت مود بالشكل ده. وطبعا بما ان انا ماسك كل حاجه فاليو في لاي اوت هيبقى فيها عندي كل حاجه بالشكل ده. انا عايز اخد اليو في لاي اوت ده اطلعه بره ادخله الفوتوشوب بحيث ان انا ابدا اشتغل عليه وابقى عارف انا محتاج احط التصميم بتاعي فين بالظبط. طبعا انا مش محتاج الجزء اللي تحت من الكان، فانا هاجي في الفيو بورت هنا الت ايه علشان اعمل دي سيلكت لكل حاجه، وانا واقف على البلان بتاعي او على البادي بتاعي من فوق كده هدوس ال، وتحت هنا هبقى مختار سيم في الدي ليميت. ليه؟ علشان كده هو هيمسك لك كل البوليجونز وكل الفيسز المتصله ببعض لغايه اما يوصل لمكان القطع او السيم بتاعك. كده في اليو في لاي اوت هتلاقي الجزء اللي تحت ما عادش ظاهر. طبعا انا مش عايزه لان هو مش مهم بالنسبه لنا، واحنا مش هنحط عليه تصميم ومش هنحط عليه اي كلام. هاجي هنا لقائمه يو في من فوق وهبدا ان انا اقول له اكسبورت يو في لاي اوت، وهروح للفولدر اللي انا عايز اسيب فيه الصوره، وهاجي هنا مثلا اسميها كان بادي اندرسكور يو فيز، وهدوس انتر. تقدر تتحكم من هنا في الريزوليوشن والاوباسيتي بتاعك، يعني مش فارق معانا الكلام ده. هبدا ان انا اقول له اكسبورت يو في لاي اوت. لو رحت للفولدر اللي انا سيفت فيه الصوره هتلاقي ان هي دي الصوره اللي هو حطها لك. طيب هبدا اعمل بيها ايه؟ هبدا ان انا اروح للفوتوشوب وابدا ادوس كنترول ان علشان اعمل نيو دوكيمنت او نيو بروجكت. الريزوليوشن بتاعي عايزه 2K يعني 2048 في 2048. طبعا البكسل بير انش ريزوليوشن هيبقى 72 لان انا
هستخدم التصميم ده في ان هو يتعرض على شاشة. لو انت هتعمل تصميم علشان الطباعة، الريزوليوشن ده المفروض يبقى من 150 ل 300 على حسب الحاجة اللي انت هتطبع عليها. بس خد بالك ان الريزوليوشن ده كل ما بيزيد كل ما البروجكت بتاعك بيبقى اتقل في الفوتوشوب. انا كده بقيت الاعدادات بالنسبه لي تمام. هبدا ان انا اقول له كرييت، وبكده بقى عندي بروجكت فاضي. هبدا ان انا اروح هنا اسحب اليو فيز بتاعي واحطها على الفوتوشوب بالشكل ده، وهبدا ان انا اكبر اليو فيز بتاعي من اليمين ومن الشمال بحيث ان هي تبقى بنفس الحجم بتاع الكانفاس بتاعي او البروجكت بتاعي. وكده انا هستفيد ايه؟ هستفيد ان انا عرفت ان انا لما هاجي اعمل تصميم عشان احطه على الكام بتاعي هبقى شغال في المساحة دي. اي حاجة هتكتبها فوق او اي تصميم هتحطه فوق مش هيظهر، لان انت لازم دايما التصميم بتاعك يبقى موجود على اليو في لاي اوت بتاعك. وده بالظبط اللي انا عملته. لو انت جيت بصيت هنا على البروجكت ده، انا كنت عامل اكسبورت لليو فيز بتاعي وبدات ان انا اعمل التصميم بتاعي في الاماكن اللي انا شايفها مناسبه بالنسبه لي، وطبعا مفيش حاجه فوق هنا. بعد كده عملت هايد لللاير بتاع اليو فيز وبدات ان انا اقول له فايل اكسبورت كويك اكسبورت اس بي ان جي، وعملت اكسبورت للصوره بتاعي. انت طبعا زي ما قلنا ممكن تشتغل باللوجو او التصميم اللي انا عامله، او ممكن تبدأ تعمل التصميم بتاعك. تعال بقى نروح لبلندر ونشوف ازاي هنقدر ان احنا نعمل الخامات بتاعنا. وانا في بلندر هبدأ ادوس تاب عشان اخرج بره الايديت مود، وممكن نقفل اليو في اديتور ده ما عدناش محتاجينه. همسك المودلز بتاعي كلها كده وهدوس على الت، وانا دايس على الت هدوس على الاكس اللي هنا علشان يشيل الموديفاير اللي حاطط الشيكر ماب من على كل الاوبجكتس اللي انا عامل لها سيلكت. بعد كده احنا هنرندر سايكلز، فبالتالي انا هروح هنا على الريندر تاب وهغير الريندر انجن بتاعي من اي في اخليه سايكلز. وانا كارت الشاشه عندي بيدعم الريندر فانا هقول له جي بي يو كومبيوت. لو انت كارت الشاشه عندك ما بيدعمش فانت ممكن تسيبه سي بي يو زي ما هو. طبعا لو هتختار جي بي يو كومبيوت المفروض ان انت عندك هنا في البريفرنسز في السيستم هتكون واقف على اوبتكس او كودا او حاجه من الحاجات دي حسب كارت الشاشه بتاعك، وهتيجي هنا تعمل تشيك على كارت الشاشه وممكن البروسيسور كمان لو انت عايز. بعد كده احنا قلنا هنرندر سايكلز. خد بالك ان انت لو واقف على الماتيريال بريفيو اللي هي الايكون دي، ده كده كده بيبقى شغال ايفي حتى لو انت الريندر انجن هنا مختاره سايكلز. فانا ممكن اكليك على الايكون دي من فوق فهو هيقلبني للريندرد فيو، او بحرف الزد ممكن اقول له من هنا ريندرد. وطبعا هتلاقي الاضاءه عندك اختلفت وبقت مش كويسه. السبب في كده ان انت ما عندكش اي مصادر اضاءه في الفيو بورت بتاعك. ولو رحت للورلد تاب من هنا هتلاقي ان انت بتقدر تتحكم في الاضاءة عن طريق الكالر ويل دي، وشدة الاضاءة بتتحكم فيها من هنا. طبعا يعني دي مش طريقة مناسبة ان انت تعمل بيها الاضاءة. احنا عايزين نعمل اضاءة سريعة لغاية اما نعمل الاضاءة بتاع الاستوديو بتاعنا اللي هنرندر فيها في الاخر. فالاضاءة دي هنعملها عن طريق ال HDRI. انا بستخدم ادون اسمه Easy HDRI. هو الميزه فيه ان انا بحدد له الفولدر اللي انا حاطط فيه صور ال HDRI بتاعي، وبيبدا ان هو يعرضها لي بالشكل ده واختار منها الصوره المناسبه. لو انت مش عايز تشتغل بالادون انا كده كده هحط لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن، بس لو انت عايز تشتغل من غير الادون هتيجي هنا في الورلد تاب وتضغط على الدايره الصفراء او النقطه الصفراء دي بالشكل ده وتقول له ان انت عايز تحط environment texture. طبعا هتلاقي اللون البينك ده ظهر. اللون البينك ده دايما في بلندر معناه ان هو مش لاقي التكتشر اللي هو المفروض يستخدمها. فانت المفروض هتقول له اوبن من هنا وتروح تختار الصوره ال HDRI اللي انت محتاج تستخدمها وتقول له اوبن. انا هستخدم Easy HDRI. فانا مثلا هقلب في الصور كده هقول له ان انا هي دي ال HDRI اللي عايز استخدمها، فهاجي هنا اقول له create world nodes، فهتلاقي ان هو حط لك ال HDRI بتاعك بالشكل ده والاضاءه عندي بقى شكلها مظبوط. من ضمن الحاجات اللي انا بحبها في Easy HDRI ان ممكن بعد ما انا عملت ال HDRI بتاعي والورلد نودز بالشكل ده ممكن ابدا ان انا اقلب في ال environment textures بتاعي لغايه اما اوصل للصوره اللي انا شايفها مناسبه. انا عايز اشتغل بدي فانا هختار دي واسيبها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. كده انا جاهز ان انا ابدا اشتغل على الخامات بتاعي. طبعا انت ممكن تطلع هنا في اللاي اوت بتاع الشيدنج
وتبدا ان انت تشتغل على الخامات. بس خد بالك ان هو باي ديفولت بيكون واقف على الماتيريال بريفيو، واحنا قلنا الماتيريال بريفيو كده كده بيشتغل بايفي حتى لو انت مختار الريندر انجن بتاعك سايكلز. فانت هتيجي هنا تقول له ريندرد، فهتلاقي الاضاءه بتاع سايكلز بقت مظبوطه قدامك بالشكل اللي احنا شايفينه ده. انا مش هشتغل هنا، انا هروح في اللاي اوت بتاعي عادي، وهبدا ان انا اقسم الفيو بورت بتاعي من تحت بالشكل ده، وهقول له خلي لي الجزء اللي تحت ده يكون الشيدر اديتور بتاعي، وهبدا اشتغل على الخامات. هبدا بقى ان انا اقول له امسك لي الجسم بتاع الكان ده لوحده كده بالشكل ده اللي انا عايز اشتغل عليه في الاول. وهروح للماتيريال تاب هنا، ممكن تدوس نيو من هنا او من هنا عشان تبدا تضيف خامه جديده او نيو ماتيريال. انا هكليك هنا والخامه بتاعي دي هسميها m_body وهدوس انتر. عايز بس اقول لك على حاجه، انا في ادون شغال بيه اسمه النود رينجلر. هتروح بريفرنسز وهتروح للادونز وهتبدا ان انت تكتب هنا نود رينجلر. اعتقد ان هو بيلت ان في بلندر. لو ما لقيتوش هنا روح للجيت اكستنشنز ودور عليه نود رينجلر. هو مش باين فواضح ان هو بيلت ان. هتروح للادونز وتفعله بالشكل ده فهو هيبقى شغال معاك. هو الادون ده ميزته ان هو بيديك شويه شورت كاتس تبدا ان انت تشتغل بيها في الشيدر اديتور وبرده في الجيومتري نودز اديتور. طيب اول اختصار انا همسك البرنسبل بي اس دي اف بتاعي ده وهبدا ان انا ادوس كنترول تي، فهتلاقي ان هو نزل لك 3 نودز. اول نود تكتشر كوردينيت، تاني نود مابنج، تالت نود اللي انت بتحط فيها الايمج تكتشر بتاعك. طبعا لو انت مش شغال بنود رانجلر فانت هتضطر ان انت تبدا تقول له شيفت ايه وتقول له نزل لي تكتشر كوردينيت، وبعد كده تسحب من اليو في ده مثلا وتقول له حط لي مابنج نود، وبعد كده تبدا ان انت تاخد من المابنج نود وتقول له ايمج تكتشر، وبعد كده تاخد الايمج تكتشر دي توصلها هنا. فانت خدت بالك بقى النود رينجلر بيوفر عليك خطوات قد ايه. دايما الحاجات اللي بتخليك اسرع حاول ان انت تستخدمها. تمام، انا كده نزلت الايمج تكتشر بتاعي. هبدا ان انا اقول له اوبن، هروح للتكتشرز وهقول له ان انا عايز انزل التكتشر بتاع الفروتس بتاعي دي. فهتلاقي ان هو ده المنظر اللي ظهر عندك، التكتشر بتاع الفروتس ظهرت. ولو خدت بالك لو دوست تاب عشان اروح لإيديت مود، ده مكان السيم بتاعنا، وعلشان التكتشر اللي احنا مستخدمينها سيملس بتكمل بعضها من جميع الاطراف، فهتلاقي ان انت السيم بتاعك مش ظاهر. انا ممكن اجي هنا في السكيل وابدا ان انا اقول له خلي لي ده 2، فهتلاقي ان السكيل كده بالنسبه لي بقى احسن. بس خد بالك ان السكيل بتاعك في السيملس تكتشر علشان يطلع لك النتيجه اللي انت متوقعها ما ينفعش مثلا يبقى 1 بوينت حاجه او 2 بوينت حاجه. خدت بالك ايه اللي حصل هنا؟ لما تخليها 1.3 مثلا هتلاقي السيمات بتاعك بدات تظهر. فالتايلنج تكتشر لو انت مش عايزها تظهر في السيمات بتاعك او السيمات بتاعك ممكن تظهر قدام الكاميرا، فالسكيل بتاعك حاول تخليه 1 او 2 او 3 وهكذا. انا في الحاله بتاعي ممكن ابدا ان انا اخليه 2 بالشكل ده، اعتقد انه هيكون مناسب. تمام، بعد كده انا بالنسبه لي شايف ان الاسود ده غامق قوي، فانا عايز افتح الاسود ده شويه. فهعمل ايه؟ هاخد اوسع لنفسي مساحه كده وهطلع من الكالر كده وهقول له انا عايز كالر رامب بالشكل ده. والكالر رامب هي ببساطه عباره عن جريدينت او تدرج لوني من اللون الاسود للون الابيض. لو انا مسكت اللون الاسود ده وبدات ان انا اعلي في الفاليو واغير فيه هيغير لي الاسود اللي ظاهر هنا. هو طبعا مش ظاهر عندي، لو دوست كنترول شيفت كليك هتلاقيه بدا يبين لك النود دي، بيوصلها لك في السيرفيس هنا ويبدا يبينها لك. ودي من اختصارات النود رينجلر، كنترول شيفت كليك على اي نود هيبدا ان هو يوصل لك دي بالسيرفيس. طيب اللي احنا كنا بنقوله هي الكالر رامب بتبدا من اسود لابيض. لو مسكت الاسود وبدات ان انت تغير فيه الالوان هيبدا ان هو يغير لك اللون الاسود. وطبعا لو مسكت الابيض برضو وبدات ان انت تغير فيه هتلاقيه بيغير لك الايه، اللون الابيض بتاعك. الكالر رامب من النودز المهمه جدا في الشيدر اديتور، بتساعدك تعمل حاجات كتير. طيب انا دلوقتي ايه الالوان اللي انا عايز استخدمها؟ انا عايز اللون الاسود بتاعي، لو انا مثلا دوست باك سبيس وانا واقف عليها فهو هيرجعها لي للديفولت. انا عايز اللون الاسود ده يبقى جولد او اصفر غامق شويه، وعايز اللون الابيض يبقى اصفر فاتح شويه. انا طبعا مجهز القيم اللي انا هستخدمها في الالوان الناحيه التانية علشان ما اقعدش اضيع لك وقتك. فانا هاجي هنا عند اللون الاسود هحط القيمه اللي انا عايزها في الهكس فاليو
وهروح للون الابيض امسك اخد الهكس فاليو اللي انا مسيبه برضو الناحيه التانية، وهبدا ان انا اقول له حط لي القيمه دي بالشكل ده علشان في الاخر تبقى دي الالوان بتاعي. بس انا حاسس ان اللون ده غامق كده شويه، فانا عايز اعمل ايه؟ تعالى الاول نخلي البرنسبل بي اس دي اف هو اللي موجود هنا، وممكن ابدا ان انا اخد من الكلر ده احطه في البيس كلر عشان يطلع لي الالوان الجديده اللي انا عايزها. انا عايز افتح اللون الاسود ده شويه، فانا هبدا ان انا افتح من الكلر هنا، او ممكن ادوس شيفت ايه وابدا ان انا اقول له انا عايز كلر رامب، وممكن لو حطيته في النص هنا فهو هيدخله لي ما بين الاثنين. طبعا الصورة دي هياها الصورة دي ليه؟ لان انا هنا ما غيرتش لسه في الالوان. طيب انا عايز افتح اللون ده شوية، فانا اللون الاسود اللي هنا هاجي وهقول له مثلا خلي لي الفاليو دي تبقى 0.5، فهتلاقيه فتح لك اللون الاسود ده شوية. وممكن تعال نظهر البرنسبل بي اس دي اف، هاخد تمام انا كده موصلها في النص، فهتلاقي ان هو فتح لك اللون هنا شويه. طبعا انت لو مسكت كده وبدات تتغمق هتلاقيه بيأثر على اللون بتاعك. احنا عايزين الفاليو بتاعنا يبقى 0.5. تمام قوي. طب انا عايز اعمل ايه تاني؟ انا عايز ابدا ان انا استخدم النورمال ماب بتاعي، بس تعالى الاول نخلي السيرفس بتاعنا يبقى ميتاليك بنسبة 100% بالشكل ده. خد بالك الميتاليك من الحاجات اللي في اغلب الاحيان يا اما بتبقى بصفر يا اما بتبقى بواحد. كواقعية وكخامات واقعية ما ينفعش ان انت تعمل حاجة كده، بس طبعا في اوقات ممكن تعمل فيها كده علشان توصل لتأثير معين انت محتاجه يعني. في الحالة بتاعنا انا هخليها واحد بالشكل ده، والرفنس بتاعي اللي هي اللمعان لو انا قللتها خالص خليتها صفر هتلاقي الرفليكشن بتاعك 100%، يعني بقى حاجة شبه المراية كده. احنا طبعا مش عايزين كده، فانا هخلي الرفنس بتاعي ده يكون 0.3، فدي هتكون حاجة مناسبة. طيب انا عايز ابدأ ان انا استخدم الصورة دي ان هي تعمل لي بامب او بارز وغاطس في الخامة بتاعي، فانا هسحب من الكالر رامب دي كده بالشكل ده، وهبدأ ان انا اقول له انا عايز احط بامب هايت بالشكل ده، فهو هياخد الكلر يدخله لي في الهايت وهيحول لي الهايت ده لنورمال ماب. هبدأ ان انا اسحب النورمال احطها في النورمال، فهتلاقي ان هو بدأ يعمل لك المنظر اللي انت شايفه قدامك ده. طبعا الاسترنس بتاعي عالي قوي كده، فممكن اخليه مثلا 0.2. اعتقد 0.2 هتكون حاجة مناسبة بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. انا كده اكون خلصت الخامة بتاعت الجسم بتاع البادي بتاعي. طيب عايزين بقى نبدأ نحط التصميم اللي احنا قلنا هنستخدم 3 صور منهم التصميم بتاعنا ده. فانا هعمل التصميم ده بخامة تانية خالص. فهعمل ايه؟ ممكن تاخد الخامة دي وتبدأ ان انت تقول له شيفت دي وتاخدها فوق بالشكل ده، او ممكن تقول له شيفت ايه وفي السيرش تبدأ ان انت تقول له بي اس دي اف وتدور على البرنسبل بي اس دي اف، فهيجيب لك خامة تانية بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. تمام. وانا ماسكها كنترول تي وهبدا ان انا اقول له اوبن، وهاخد التكتشر بتاعي اللي هي كان بادي ماسك دي بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وممكن اخلي دي هي اللي متوصله بالسيرفس علشان ابدا اشتغل عليها. تمام. كالعاده هعمل ايه؟ انا عايز اغير اللون ده، انا مش عايز الكلام يظهر باللون الاسود، فانا هقول له شيفت ايه وهقول له نزل لي كلر رامب وهحطها في النص هنا بالشكل ده كده. وانا عايز الاسود بتاعي يبقى لون ازرق شويه، انا برضو مجهز القيمه اللي انا عايز احطها. هاجي هنا وابدا ان انا اقول له كنترول في، وهو ده اللون اللي انا عايز ابقى شغال بيه يعني. تمام قوي. ممكن بقى برضو ان انا عايز اعمل فيها بامب بسيط، فانا ممكن اخد من الكلر ده وادور على بامب هايت بالشكل ده علشان يحط لي بامب نود ويوصلها لي بالهايت، واخد من النورمال للنورمال، وممكن اخلي السترينث بتاعي تكون 0.2. طبعا انت لو جيت تبص هنا كده هو يعتبر سادل افكت، يعني افكت بسيط خالص، بس لو انت شلت ده هتلاقي ان هو يعني بيعمل حاجة في الخامة بتاعك. انا عايز الخامة دي برضو تكون متلك بنسبة 100%، وتعالى نخلي الرفنس بتاعنا 0.3 بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا في جزء منها ظاهر تحت، بس ما تشغلش بالك بالموضوع ده لان احنا كده كده الجزء اللي تحت ده هياخد خامة تانية خالص والكلام ده مش هيظهر عندنا. تمام. انا دلوقتي عندي خامتين. ممكن علشان تنظم
الفيو بورت بتاعك او الشيدر اديتور بتاعك، ممكن تبدا ان انت تمسك الجزء اللي فوق ده، احنا عارفين ان دي الخامه المسؤوله عن التكست او الكلام اللي هيظهر، وتبدا تقول له كنترول جي، وتيجي هنا في الليبل لو دي مش مفتوحه عندك ممكن تفتحها بحرف الان بالشكل ده، وتيجي هنا مثلا هنسمي دي التكست ماتيريال، فهتلاقيه كتبها لك هنا فوق كده. وممكن امسك برضو الجزء اللي تحت بتاعي ده، ممكن نقرب الدنيا بس من بعضها شويه كده عشان ما تبقاش مبهواه يعني. وهبدا ان انا امسك دول كنترول جي، وهبدا في الليبل هنا ابدا اقول له دي البادي ماتيريال. فانت كده لو فتحت البروجكت بتاعك في اي وقت هيبقى سهل عليك تعرف ان دي الخامه اللي عامله التكست ودي الخامه اللي عامله البادي. ويعني النظام في الشيدر اديتور او في اي نود بيزد اديتور بيبقى حاجه مهمه. تمام قوي. ممكن امسك الاتنين دول كده وابدا ان انا اوسع لنفسي مسافه. انا دلوقتي عايز اعمل ميكس ما بين الخامتين، فانا هعمل ايه؟ هبدا ان انا ادوس شيفت ايه وهدور على ميكس شيدر، هقول له نزل لي ميكس شيدر، وهبدا ان انا اقول له دخل لي الخامه دي في الشيدر اللي فوق، ودخل لي الخامه دي في الشيدر اللي تحت. ولو بدات اوصل ده كده هتلاقي ان هو عامل لك ميكس ما بين الخامتين بالشكل اللي انت شايفه ده. بس احنا مش عايزين كده، احنا عايزين الخامه او الكلام ده يظهر في الاجزاء دي، وعايزين بقيه الجسم بتاعنا يبقى بالشكل ده. علشان نعمل كده هنضطر ان احنا نستخدم ماسك، نحطه فين؟ في الفاكتور هنا عندي. خد بالك الفاكتور ده صفر يعني اسود، فالاسود واضح ان هو بيظهر لك الخامه اللي فوق اللي هي بتاع التكست، وواحد يعني ابيض فبيظهر لك الايه؟ الخامه اللي تحت اللي هي بتاع البادي ماتيريال بتاعي. يبقى انا عايز استخدم صوره ابيض واسود، الاسود بتاعي هو التكست علشان هو الخامه اللي فوق، والابيض بتاعي هو بقيه البادي. وطبعا هي دي التكتشر المناسبه ليا، لان انا لو سحبتها من الكلر كده وبدات اقول له دخل لي ده مكان الماسك بتاعي، هتلاقي الخامه بتاع التكست بتاعك ظهرت في مكانها المظبوط بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. وبكده ابقى انا خلصت الخامه بتاعه البادي. تعالى بقى نشوف الجزء اللي تحت ده ونعمل الخامه بتاعه. فتعالى نظهر الاوفرليز بالشكل ده، وبعد كده هبدا ان انا اعمل بلس هنا، فهو ضاف لي سلوت او خانه تانية، وهبدا ان انا اقول له فيها نيو، وممكن اسمي الخانه دي ام اندرسكور مثلا سيلفر علشان هي هيبقى لونها سيلفر. وهبدا ان انا ابص في الفيو بورت بتاع الشيدر اديتور بتاعي بالشكل ده. وعلشان الخامه دي احطها على الجزء اللي تحت ده بس، انا هبدا ان انا اروح للإيديت مود الت زي، وهروح للفيرتسيز مثلا، ومن الفرونت فيو كده هقول له انا عايزك تمسك لي كل الفيرتسيز اللي تحت دي لغايه هنا، وهقول له assign. فهتلاقي دلوقتي ان الخامه دي بقت على الجزء اللي تحت عندك. هخرج بره الايديت مود، وممكن ابدا ان انا اعمل كده علشان ابقى شايف بشكل احسن. وتعالى نشوف احنا هنعمل ايه في الخامه دي. اول حاجه انا برضو عايز استخدم تكتشر، فانا همسك البرنسبل بي اس دي اف كنترول تي، وهقول له اوبن. والتكتشر اللي انا عايز استخدمها اللي هي الانستروبيك نويز، وهبدا ان انا اقول له اوبن بالشكل اللي احنا شايفينه ده. فهتلاقي هو ده المنظر اللي حاصل معاك. تعالى نوسع المسافه على نفسنا كده شويه. والانستروبيك نويز دي انا بصراحه مش عايز ادخلها اصلا في البيس كلر، فانا هدوس كنترول رايت كليك واسحب بالشكل ده، وهقول له ان انا عايز ادخلها في الرفنس بتاعي، وانا عايز الخامه دي تبقى لونها ابيض تمام ومتلج بنسبه 100%. فهتلاقي ان ده المنظر بتاعك. طيب دي صوره. علشان اتحكم في الرفنس بتاعي خد بالك ان الرفنس برضو صفر معناها اسود، واحد معناها ابيض. واضح الفرق بين الاسود والابيض، لو اسود بيلمع قوي، لو ابيض يبقى مفيش لمعه او مفيش ريفليكشن خالص. طيب انا هاخد الكالر ده وابدا ان انا ادخله في الرفنس كده، وممكن اجي هنا في السكيل ابدا ان انا اكبره لغايه اما اوصل حاجه مناسبه. ممكن مثلا اخليه 30 لان انا عايز حاجه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لو انت عاجبك المنظر ده كده او التاثير ده كده تمام مفيش مشكله. بس انا ممكن ابدا ان انا اقول له شيفت ايه وننزل لي كلر رامب، واحط لي الكلر رامب ده هنا كده. وهبدا ان انا اتحكم في الرفنس عن طريق الفاليو. يعني انا لو رحت اللون الاسود، احنا قلنا دي الصوره بتاعنا اسود وابيض، وبما ان انا ما عملتش اي تغيير هنا فبالتالي هي نفس
الصوره زي ما احنا شايفين كده. طيب انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ انا عايز اخلي الاسود ده يبقى فاتح شويه، مش عايزه يبقى اسود قوي كده علشان ما تبقاش بتلمع قوي. فانا القيمه بتاع الاسود دي ممكن اخليها مثلا 0.4 بالشكل ده. وممكن القيمه بتاعت الابيض بتاعي لو رحت هنا اخليها مثلا 0.2، يعني حاجه بالشكل ده كده. فهتلاقي او تقريبا انا عايز العكس، يعني ممكن ابدا ان انا امسك ده، ابدا ان انا احركه كده، وامسك ده اوديه الناحيه التانية. انا عايز العكس بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لو بدات ابص على الخامه بتاعي هتلاقي ان انا التاثير موجود عندي بس بسيط، يعني مش جامد قوي يعني. وهو ده اللي انا عايزه. اعتقد ان هو كده هيبقى مظبوط عندنا لما نيجي نعمل الاضاءات بتاع الاستوديو بتاعنا. الخامه دي بالشكل ده تبقى خلصت. طبعا برضو انت ممكن تاخد نورمال ماب وتبدا ان انت تحط فيها دي. يعني انا مثلا لو بدات ان انا اسحب من الكالر رامب دي وابدا ان انا اقول له بامب هايد بالشكل ده، واخد النورمال احطها في النورمال، هتلاقي ان هو بدا يعمل لك تاثير. بس ده طبعا قوي جدا، ممكن تخليه 0.1 مثلا. شوف كده لو انا دوست كنترول رايت كليك وشلتها ولو حطيتها هتلاقي التاثير ده موجود عندك. يعني لو عايزها تمام، لو مش عايزها ممكن تبدا ان انت تشيلها بالشكل ده. عايزين نحط نفس الخامة دي على الأجزاء اللي فوق. فأنا هظهر الأوفرليز بتاعي وهبدأ إن أنا أمسك كل حاجة كنترول ودي سيلكت الجزء اللي تحت. كل حاجة كنترول ودي سيلكت الجزء اللي تحت ده بالشكل ده كده. وهاجي هنا أخلي ده بس هو الأوبجكت الأكتف بتاعي، وهقول له إن أنا عايز أحط عليها من غير نيو بقى. هدوس هنا كده وأبدأ إن أنا أقول له حط لي السيلفر ماتيريال بتاعي هنا. ولو ده الاوبجكت الاكتف بتاعي وبدات ان انا ادوس كنترول ال وقلت له لينك ماتيريالز، هتلاقي الخامه دي ظهرت على كل الاوبجكتس التانية اللي انت ماسكها. بالشكل ده هنكون خلصنا الخامه بتاعنا. طبعا انت لو في حاجه مش عاجباك تقدر تعدلها. انا دلوقتي لو بدات ان انا امسك ده وبدات ان انا اعدل في الالوان بتاعي كده، امسك مثلا اللون ده وابدا ان انا اغمقه او افتحه، يعني الكلام ده هيكون بيأثر على الخامة بتاعك تحت هنا وفوق برضو بنفس الطريقة كده. نبقى خلصنا الخامات بتاع الكنة بتاعنا. طبعا ممكن لما نيجي نعمل الإضاءة بتاع الاستوديو نبدأ ان احنا نعدل عليها لو في حاجة مش عجبانا فيها. بس لغاية دلوقتي الدنيا بالنسبة لي تمام. عايزين بس نعمل خامة المية بتاعنا. علشان نبدأ ان احنا نعملها هبدأ ان انا اقول له ظهر لي الووتر دروب دي، وهروح امسكها هنا بالشكل ده وهبدأ ان انا اقول له عايز اعمل نيو ماتيريال. ممكن اسميها m_water بالشكل ده. وفي طريقتين اقدر اعمل بيهم خامة المية بتاعي. اول طريقة انا ممكن اجي هنا على الترانسميشن وابدأ ان انا ازود الويت بتاعي اخليه 1، فهتلاقي التأثير ده حصل معاك. لو خليت الرفنس ب0 فهتلاقي ان الخامة بقت اشبه بنقطة المية او بخامة المية. الطريقة التانية ودي اللي انا بفضلها، انت ممكن تشيل البرنسبل BSDF ده خالص وتبدأ ان انت تقول له شيفت A، ومن الشيدر هتقول له نزل لي جلاس BSDF. هتوصل الBSDF بالسيرفس بالشكل ده. طبعا انا عايز الكلر يبقى ابيض والرفنس يبقى 0. اللي عايز اغيره هو الاي او ار اللي هو الاندكس اوف ريفراكشن اللي هو معامل الانكسار. ومعامل الانكسار بتاع الميه 1.333. هدوس انتر، فانا كده بقى عندي خامة الميه بتاعي مظبوطة. ممكن ابدأ اقول له اخفي لي الووتر دروب دي من هنا، وهمسك الكان بتاعي. لو رحت الموديفايرز وبدأت ان انا اقول له اظهر لي تأثير الجيومتري نودز بتاعي، هتلاقي ان نقط المية بقت ظاهرة عندك مظبوطة بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. كده تبقى الخامات كلها خلصت وخلصنا الفيديو بتاع الخامات. في الفيديو الجاي هنبدأ نتكلم في الإضاءة. أشوفكم هناك، سلام.